يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي. قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اخواتي بقى عاملين ايه؟ الوقت اتطلب مني واحد كاكاو، تعالوا كده ما نعمله مع بعض في البيت واعلمكم اسهل طريقه نعمل بقى كاكاو ازاي. اول حاجه هنجيب الكنكه بتاعتنا، بعد كده هنكون مجهزين الكاكاو، والكاكاو بيختلف من عطار لعطار ومن خامه لخامه. انا هنا هستخدم الكاكاو الاسواني، هحط منه في الكراف، هحط معلقتين من الكاكاو من المعلقه الصغيره دي، او معلقتين ونص من الكاكاو من المعلقه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده طبعا والسكر هيبقى حسب الرغبه، يعني انا هحط معلقتين من السكر من المعلقه الصغيره. بعد كده هنكون مجهزين اللبن بتاعنا، واي نوع لبن، او ممكن لبن بودره لو مش متاح اللبن في البيت، وهننزل بكوبايه لبن كده، بس ما نكترش عن كوبايه علشان يطلع المعيار مظبوط قوي. بعد كده هنقوم اخدينه منزلينه على النار. انا طبعا مش هنزله على النار لان انا عندي بخار، فهنعمله على مكنه الكابتشينو اللي هي مكنه القهوه على البخار، واوريكم ازاي بيتعمل. حاجه كده عظمه قوي يعني. طبعا البخار بيسخن بسرعه، وعلى البوتاجاز بيقعد شويه كده على النار، بس لازم نعمله على البوتاجاز في البيت ونسيبه كده يسخن على نار دافيه علشان يدينا الطعم اللي احنا عايزينه. احنا كده تمام سخناه وبقى كده حاجة عظمة. الكاكاو مفيش اسهل منه نقدر نعمله في البيت يعني، بس انا حبيت كده اوريكم واشارككم اللحظة بالمشروبات اللي احنا بنعملها. يعني هو سهل جدا. هو بعد ما خلص هننزل بقى كده في الكوباية بتاعتنا، طالع مقاس الكوباية بالظبط، وهنزوق كده كوباية من فوق الوش بشوية كاكاو مثلا خام او نسكويك، اي نوع من انواع الشوكولاتة يعني. نحط كده شوية اهو، حاجة كده عظمة قوي. عملنا النهاردة واحد كاكاو لسه مطلوب مني دلوقتي حالا، والف هنا وشفا على اللي هيشربه. سهل جدا وبسيط ومش محتاج اي تقاعيد ولا تفانين ابدا. هو كاكاو واللبن. طبعا في مشروبات كتيرة احنا بنعملها كل يوم، مشروبات جديدة ومختلفة هقدمها لكم واعرفكم ازاي بتتعمل بسعر مناسب جدا في البيت، بدل ما ننزل الكافيهات ونشرب كده في الكافيهات بسعر عالي وغالي. ممكن نقدر نوفر الكلام ده في البيت ونعمله لينا ولأولادنا بمنتهى البساطة. بس قبل ما امشي بقى واقول لكم مع السلامة، ما تنسوش تعملوا اشتراك اللي ما اشتركش في القناة، وتعليقاتكم الجميلة علشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم احمد الشناوي. بس خلاص.